أنا اسمي مروة وعندي 25 سنة من محافظة الجيزة، واتجوزت من حوالي 5 سنين ومعايا طفل عنده 4 سنين. قبل الجواز كنت بحب جوزي جدا، بس من بعد الجواز وأعباء الحياة والمسؤولية زادت، علاقتي أنا وجوزي وحبي ليه بدأ يقل مع الوقت. أنا مشغولة بابني وهو معندوش وقت لا ليا ولا حتى لابنه. جوزي اسمه وحيد وبيشتغل فني في شركة من اللي بيعملوا الأسانسيرات للعمارات والشركات دي. شغال طول أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، بياخد أجازة وبينزل الساعة 6 الصبح وبيرجع على الساعة 8 أو 9 بالليل. وساعات الشركة كمان بتطلبه ينزل يوم أجازته اللي هو يوم الجمعة. وبصراحة أنا ما بقتش حاسة بوجوده في البيت، مع إنه شخص كويس جدا، بس أنا من جوايا حاسة إني عايشة مع حد قريبي، مش مع جوزي اللي كنت بحبه. حكايتي بدأت لما شفت إعلان على النت الأكاديمية بتاعة تدريب سباحة للأطفال، وأنا بصراحة حبيت الموضوع ده جدا، لأني كنت عاوزة أخلي ابني يتعلم السباحة من صغره. سجلت رقم الموبايل بتاع الأكاديمية وقلت أول ما جوزي يجي هقوله وأعرفه وأعرف إيه رأيه. ولما رجع من الشغل وتعشينا قلتله ان انا عاوزة اعلم ابننا السباحة وكده، وفي اكاديمية بيدربوا السباحة للاطفال. المهم سألني على المصاريف بتاعتها، ولما قلتله المصاريف ولقاها مش غالية قال لي ماشي مفيش مشكلة. وتاني يوم اتصلت بالاكاديمية وقلت لهم اني عاوزة احجز معاهم لابني. قالوا لي لازم تشرفينا علشان نسجل الاشتراك. وبعدها بيومين خدت فلوس الاشتراك معايا ورحت لهم، وعاملين التدريب ده في نادي كبير بيني وبينه حوالي ربع ساعة بالعربية يعني. المهم دخلت النادي ورحت عند حمام السباحة اللي هناك، وقلت لهم اني كنت جاي علشان اشترك، والمهم اشتركت وعرفت المواعيد بتاعتهم. هما يومين في الاسبوع، يوم الحد ويوم الاربع، ومن الساعة 9 الصبح لحد الساعة 3 العصر. وانا كنت ساعتها عندهم يوم الخميس، فأول ميعاد ليا هناك هيكون يوم الحد اللي جاي يعني. وروحت البيت وجوزي كان راجع من الشغل، وكنت مستنياه يقولي عملت ايه، وللأسف حتى مفكرش يسأل. رحت انا قايلاله على فكرة انا رحت النهاردة ومواعيد التدريب هتبقى يوم الحد والأربع. قالي معلش والله عندي مشاكل كتير في الشغل وبفكر فيها، معلش حقك عليا. قلتله لا ولا يهمك، وبيني وبينكم هو طبعا لا عنده مشاكل في الشغل ولا حاجة، هي دي للأسف بقت طبيعته أصلا. يوم الحد جه وخدت ابني ورحنا النادي، ودخلت عند حمام السباحة وكان في أمهات كتير قاعدين ومعاهم أولادهم، وكانت الساعة 9 إلا ربع كده الصبح. المهم جه شاب عنده حوالي 25 أو 26 سنة ومعاه ورقة وفيها أسماء، وبدأ ينده على أسامي الأطفال اللي موجودين علشان يقفوا قدامه، ونده اسم ابني. ورحت واخدة ابني وموقفاه في الطابور، ولقيت المدرب ده بيقول لي هو مش صغير مش بيعرف يمشي. قلت له اه. قال لي خلاص بعد كده لما انده عليه هو يطلع لي لوحده. قلت له خلاص حاضر. حسيته شديد قوي في معاملته، وفي نفس الوقت كنت خايفة على ابني. المهم قعدت اتفرج عليهم وهما بيدربوه، بس كنت قلقانة قوي عليه. وبعد التدريب ما خلص رحت للمدرب وقلت له انا عاوزة اقولك على حاجة. قال لي اتفضلي. قلت له انا بصراحة خايفة على الولد قوي وببقى قاعدة قلقانة. قال لي ما تخافيش. قال لي انتي اول مرة تيجي النهاردة؟ قلت له اه اول مرة اجي. قال لي علشان كده خايفة، بس بعد كده هتلاقي الموضوع عادي جدا. قلت له بس بالله عليك تخلي بالك منه. قال لي حاضر ما تقلقيش. ومشيت وانا مبسوطة انه طمني انه عارف ابني وهيخلي باله منه، هيخلي باله منه بعد كده. وفعلا بقيت ملتزمة في الحضور ومش بفوت تدريب لابني إلا لما أروح. وبقيت ألاحظ إن المدرب بيعامله معاملة كويسة قوي، ولازم كل مرة وأنا ماشية أسأل المدرب على ابني عامل ايه النهاردة. وبصراحة ما كانش مقصر معاه خالص.
بس حصلت حاجة ضايقتني قوي. قبل نهاية الشهر بتاع الاشتراك لقيت المدرب ده بيقولي على فكرة أنا آخر شهر ليا هنا. قلتله ليه كده؟ ده أنا ما صدقت لقيت حد مهتم بابني وبيعامله كده. قالي معلش هروح نادي تاني، فانتي لو حابة تكوني هناك أنا ما عنديش مشكلة، بس المهم ما تعرفيش حد من الإدارة هنا إن قلتلك أي حاجة. قلتله خلاص ماشي، بس أنا معرفش أي حد هناك. قالي ما تقلقيش أنا هكون معاكي وهعرفهم كمان إنك قربتي. هاتي رقم تليفونك وأنا أول يوم ليا هروح هناك وهبدأ تدريب هكلمك قبلها. قلتله خلاص اتفقنا. بصراحة أنا استجدعته قوي واديته رقمي. قال لي هسجله باسم ايه؟ قلتله باسم مروة. قال لي عاشت الأسامي، وراح رنن عليا وأنا كمان سجلت رقمه عندي ومشينا. وبقيت مستنية يتصل بيا علشان أعرف هيبدأ في المكان التاني امتى. بس اللي كنت بلاحظه على الواتس بتاعه إنه كان بيحط حالات واتس رومانسية قوي وجريئة قوي، بس كانت حلوة. بس ما كنتش بدخل أكلمه، كنت بتفرج عليها بس. المهم بعدها ب5 أيام لقيته بيتصل بيا وبيسلم عليا وبيقولني إن هو هيبدأ بعد يومين في المكان الجديد. وفعلا خدت ابني ورحت واشتركت في المكان الجديد وكنت مبسوطة قوي إني شوفته. معرفش ليه، مع إنه كان شخص عادي جدا بالنسبة لي، بس مع الوقت بقيت أحس بسعادة لما بشوفه. وكل يوم بقيت بستنى الحالات اللي بينزلها على الواتس، مع إن في التدريب ما بيبانش عليه أي حاجة من دي خالص، ولا حتى في كلامه معايا. لحد ما في يوم كان منزل حالة بس كانت اوفر شوية، فدخلت كلمته وقلتله اللي يشوفك في التدريب ما يشوفش الحاجات اللي انت بتنزلها على الواتس دي. قال لي التدريب حاجة وحياتي حاجة تانية، في فرق ما بين شغلي وحياتي. قلتله عندك حق، انت متجوز؟ قال لي لا انا مش متجوز. قلتله بس الحالات اللي انت بتنزلها على الواتس دي جريئة قوي. قال لي هي مضايقاكي؟ قلتله بصراحة لا مش مضايقاني ولا حاجة. قال لي طيب ايه رأيك في ذوقي؟ قلت له بصراحة حلو قوي. قال لي خلاص بعد كده مش هنزل الحالات دي للناس وهبعتلك انتي طالما عجباكي. قلت له ماشي. وفعلا كل يوم يبعتلي حالات رومانسية، اتنين في حضن بعض وحاجات زي كده، وكل مرة كان بيبعت حالة أقوى من اللي قبلها. وكنت لما بروح التدريب وأنا قاعدة بتفرج بقيت ألاحظ على طول يفضل يبص عليا ومهتم بيا غير الأول. ولما بروح البيت بلاقيه يبعتلي حالة، بيبعتلي رسالة إني كنت حلوة أوي النهاردة لما شافني وكده، ويفضل يبعتلي في كلام حلو كتير أوي. خلاني بقيت استنى كلامه معايا كل يوم. وطبعا كل يوم بنتكلم بعد ما جوزي بينام بفضل سهرانة معاه لحد الفجر. وعلاقتنا بقت حلوة أوي ببعض وبقينا أصحاب جدا. ومع الوقت علاقتنا بقت تتطور وكلامه ليا كل يوم بقى يزيد، لحد ما في يوم بدل ما كان بيبعتلي حالات رومانسية جريئة شوية لقيته بيقولي أنا هبعتلك حاجة وعاوزك تقوليلي ايه رأيك فيها. قلت له ماشي. قال لي الأول في حد عندك؟ قلت له اه جوزي. قال لي صاحي ولا نايم؟ قلت له لا نايم في اوضته وانا قاعدة في اوضة تانية خالص. قال لي طيب انا عاوزك توطي صوت الموبايل. قلت له حاضر. وفعلا وطيت صوت الموبايل ولقيته بعتلي فيديو. ما كنتش عارفة الفيديو ده عبارة عن ايه. شغلت الفيديو ولقيت مدته 3 دقايق، وكان هو عبارة عن فيلم الاتنين مع بعض وبيحصل ما بينهم علاقة. أنا أول مرة أشوف حاجة زي كده، وكنت بتفرج وأنا قلبي بيدق جامد وأعصابي ثابت. وتعبت قوي، تعبت بعدها قوي. بعد ما شفت الفيديو ما ردتش عليه ساعتها. لقيته بيقولي ها ايه رأيك؟ ما ردتيش عليا برضو. مش عارفة اقوله ايه، انا كنت مكسوفة وقتها. لقيته قالي شكلي ذوقي مش عاجبك. ورحت رديت عليه وقلت له لا ذوقك حلو قوي، بس انا اول مرة اشوف حاجة زي دي بصراحة، وكمان تعبتني لما شفتها. قال لي بس انهي احلى، الحالات اللي كنت ببعتها لك الاول ولا الفيديو ده؟ قلت له بصراحة الفيديو ده. قال لي خلاص بعد كده مش هبعتلك حالات وهبعتلك فيديوهات من دي، ومش هبعتلك غير لما انتي تعرفيني انك لوحدك. وقلت له ماشي.
وبقى كل يومين او 3 يبعتلي فيديو، لحد ما في يوم قلتله خلاص كفاية، انا مش قادرة اتفرج، انا بتعب جدا بالافلام دي. قال لي مش انتي متجوزة؟ قلتله اه متجوزة. قال لي طيب يعني جوزك عندك، يعني لو تعبتي هتلاقي جوزك. رحت ضحكت كده وقلت له بلا خيبة، هو جوزي فضيلي؟ ده كل اللي شغله الشغل بتاعه وبس. راح قايل لي حد يسيب القمر دي كل يوم من غير ما يكون معاها؟ قلت له اهو نصيبي بقى. وبقى يطلب مني حاجات اول مرة حد يطلبها مني، اول مرة حد يطلبها مني في حياتي. لقيته بيقول لي هو انا ينفع اشوفك زي ما جوزك بيشوفك؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني اشوفك بلبس البيت. قلت له ليه، هو انت جوزي؟ قال لي يا ريت كنت جوزك. قلت له ليه، كنت هتعمل ايه يعني؟ قال لي كنت هتكوني كل يوم في حضني. وقلت له ده كلام؟ قال لي مش كلام، انتي اصلا وحشاني ونفسي فيكي قوي، وفعلا نفسي اشوفك. وخلاني فعلا اتصور له، كنت ساعتها لابسه ترنج بيتي، وبعتله الصور وعجبته قوي. وقال لي يا ريتني كنت معاكي دلوقتي. قال لي هو انتي لما بتيجي تنامي مع جوزك بتكوني لابسه كده؟ قلت له لا طبعا، انا عندي قمصان نوم كتير قوي بس ما بقتش البسها، لان قليل قوي لما بننام سوا فما بقتش البسهم. قال لي طيب ما تلبسيهم لي انا وفرجيلي عليهم كده، بدل ما هم مركونين كده، بدل ما هم مركونين على الفاضي. تاني يوم لما جوزي نزل طلعت قمصان النوم اللي في الدولاب وبقيت البس القميص واتصور بيه، وبعتله ساعتها حوالي 6 صور وانا بقمصان النوم. لقيته قال لي بصي انا لازم اشوفك. قلت له ما احنا بنشوف بعض في التدريب. قال لي لا انا عاوزه اشوفك بعيد عن التدريب. قلت له عاوز تشوفني فين يعني؟ قال لي احنا عندنا عمارة جديدة بتاعتنا، عبارة عن 10 ادوار، وفي شقق كتير قوي فيها مقفولة ومحطوط عليها بيبان خشب، ايه رأيك تجيلي؟ قلت له لا طبعا، ورفضت اني اروح له. لقيته زعل مني وما بقاش يكلمني لمدة 3 ايام. رحت مكلمه وقلت له ما تزعلش مني، بس انا عمري ما عملت حاجة زي كده ولا قابلت حد غريب في مكان لوحدنا. قال لي هو انتي خايفة مني؟ وقلت له لا مش خايفة، بس برضو ما ينفعش اكون في مكان مع حد غريب. انت بتبعتلي فيديوهات وانا ببعتلك صور، بس علاقتنا ببعض على النت بس. قال لي يعني انا مش وحشك ونفسك فيا ونفسك تشوفيني زي ما انا نفسي فيكي واشوفك؟ قلت له بصراحة وحشتني جدا بس انا خايفة. قال لي ما تخافيش، انا هقولك على اسم واحدة ساكنة عندنا في العمارة، لو حد سألك وانت طالعة ابقي قوليله انا طالعة عند ام اسامة، وبس الموضوع بسيط خالص. قلت له ماشي، بس الكلام ده هيكون الصبح علشان جوزي يكون نزل على شغله ومشي. قال لي ماشي واداني العنوان، وساعتها ما كنتش عارفة اودي ابني فين، واضطريت اني اخده معايا. ودخلت الشارع اللي ساكنة فيه واتصلت بيه وقلت له ان انا في الشارع بس معايا ابني. قال لي جبتيه ليه؟ قلت له انا مش عارفة اوديه فين ومش عارفة ينفع اسيبه. قال لي ماشي، ادخلي العمارة وانا هستناكي على السلم. طلعت لحد الدور الرابع. الدور ده كان كل الشقق اللي فيه فاضية، مفيش ولا شقة ساكنة، وكلهم مقفولين وكل شقة عليها باب خشب. راح فاتح باب شقة وقال لي تعالي. دخلت جوه انا وابني، وكانت الشقق كلها او الشقة اللي انا كنت داخلها اللي دخلتها دي تحديدا كان معمول لها سيراميك، بس مفيش حاجة حتى اقعد عليها. قال لي هاتي ابنك هطلعه فوق عندي. قلت له انت مفيش حد عندك؟ قال لي لا انا قاعد انا واخويا. وهو نزل راح شغله، وراح واخد ابني وطلعه شقته ونزل لي وقفل باب الشقة. وقلت له ابني بيعمل ايه؟ قال لي ما تخافيش عليه، شغلت له كرتون على التلفزيون وقاعد بيتفرج، ما تقلقيش عليه. وراح مدخلني اوضه وقال لي تعالي. انا كنت ساعتها لابسه عباية، راح معلقاني وقال لي يخرب بيت جمالك، حد يسيب القمر ده كل يوم وينام؟ وراح حاطط ايده على وسطي وابتدى ان هو يحضن ويبوس فيا، وانا ما بقتش حاسه بنفسي واعصابي ثابت. كنت عاوزاه يكمل، ما كنتش عاوزاه يبطل.
ولكن عملنا كل اللي احنا عملناه ده من على الهدوم، وانا مرضتش اقلع اكتر من كده، لاني كنت خايفة وقلتله خلاص كفاية كده علشان خاطري، لان كنت في نفس الوقت قلقانة على ابني انه قاعد فوق لوحده وهو سمع كلامي. قلتله معلش انا قلقانة على الواد، هاتهولي وانا همشي. قال لي ماشي بس المرة دي ما تتحسبش. طلع جاب ابني من فوق، وخدت ابني ونزلت وروحت على البيت وانا مش على بعضي وعمالة افكر في اللي حصل، ومن كتر جمال الاحساس معاه كنت بفكر